المهندس طارق أبيل. مساء الخير يا سيادة الوزير. مساء النور استاذ جميل. اهلا بيك. يعني دائما مفاوضات التجاره العالميه بتبقى مفاوضات صعبه. نحن كدوله من الدول الناميه في مواجهه دول متقدمه، ايه اهم ما دار على اجنده هذه المفاوضات في الارجنتين هذه المره؟ بصي، هي طبعا دايما مفاوضات صعبه، يمكن المره دي فيها صعوبه اكثر نتيجه الخلاف الكبير ما بين الدول الناميه والدول المتقدمه. طبعا كل جانب بيحاول ياخد المميزات اللي هو عايز يحصل عليها، وفي نفس الوقت الدول المتقدمه بتحب تسيب بعض المواضيع وبتدخل مواضيع جديده، وده يمكن نقطه الخلاف الرئيسيه. طبعا احنا كمصر انا يمكن قمت في خلال الفتره اللي فاتت بتنسيق ما بين الدول الافريقيه والدول الاسلاميه والدول العربيه للحصول على موقف محدد عشان يبقى لنا صوت واضح، وخاصه ان كل الجروبس دي اغلبها بيقع في الدول الناميه. يعني ايه اهم النقط اللي عليها الخلاف سياده الوزير؟ هل الجمارك؟ هل فتح يعني ايه اهم النقط؟ في هقول لك، يعني في خلاف على الزراعه، في خلاف كبير. هم عايزين يدخلوا مثلا التخزين الحكومي لاغراض الامن الغذائي في تشريع او في تحديد، ودي طبعا بالنسبه لنا مهمه جدا. احنا من الدول اللي احنا بنخزن القمح للاستهلاك الحكومي. هم يمكن بيبقوا عندهم مشكله في بعض الدول اللي بتخزن للتصدير، فبالتالي لما بتخزن كميه كبيره وبعدين بتنزلها في السوق العالمي بيحصل تاثير كبير على الاسعار في نفس هذا الوقت. لكن احنا في حالتنا احنا بنعمل تخزين حكومي لعدد معين من الشهور لغرض الامن الغذائي، فهم الاثنين دول مثلا حاطينهم مع بعض. دي حاجه احنا معارضين فيها، فدي كلها بتحصل فيها مفاوضات. جزء اخر مثلا جزء الاسماك، هم عايزين يدخلوا الاسماك تحت نظام محدد بما فيها مزارع الاسماك اللي داخل حدود الدوله او في المياه الاقليميه، ودي طبعا احنا معارضين ليها، لانه الاسماك بالنسبه لنا جزء من الامن الغذائي وجزء يمكن ملوش علاقه حاليا بالصادرات بشكل كبير، لكن في حاجات المفروض لا تخضع للرقابه الدوليه او التشريع الدولي، لان دي حاجه خاصه بالامن الغذائي المصري. وهكذا يعني في نقاط كثيره من هذا الشكل، وخاصه في دايما كلاسيفيكيشن معين او تحديد معين على الدول الصافيه المستورده، يعني اللي بتستورد اكثر ما بتصدر. ففي نقاط كثيره، المواضيع كبيره جدا. احنا بنقعد في نيجوشيشن من 8 صباحا الى 11 و12 مساء، واحيانا بتكمل اكثر من كده، لمحاولات تقريب وجهات النظر ومحاولات التاكد من النقط بتاعتنا موجوده في كل الملفات. النهارده كان في طبعا قمه مصريه روسيه، وتحدث الرئيسان عن المنطقه الصناعيه المرتقبه بين مصر وروسيا في او المنطقه الصناعيه المرتقبه الروسيه في منطقه قناه السويس. الى اين وصلنا في هذه المنطقه؟ بصي، اعتقد انه يمكن لما بدانا كان في تباعد بشكل كبير، مش تباعد يعني، اكثر اقول انه المطالب الروسيه كانت كثيره وصعبه منها ان احنا نقدر نلبيها. اعتقد ان احنا وصلنا الى نقطه تلاقي قريبه جدا. في بعض نقطتين بنتحدث فيهم. اعتقد لما النقطتين دول يخلصوا ان شاء الله يخلصوا قريبا هنكون جاهزين للتوقيع والشغل. سيادة الوزير، هل في خفض على جمارك السيارات الفترة المقبلة؟ لسه مش هقدر اجاوبك على هذا السؤال. في بعض المناقشات ما بيننا وبين الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص، فمش هقدر اجاوب عليها دلوقتي. طيب، أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس طارق أبيل، وزير الصناعة والتجارة من بيونس آيرس في الأرجنتين، حيث تنعقد فعاليات المؤتمر 11 لمنظمة التجارة العالمية. نخرج فاصل، وبعد الفاصل يوما أو بعد يوم